غالبا الرجالة بيلاقوا نفسهم في علاقة بيحطوا فيها مجهود كبير، بس في الآخر العلاقة بتفشل. بعد الانفصال أو الخيانة الراجل بيسأل نفسه سؤال: ليه ما كنتش أستاهل؟ إيه الغلط اللي أنا عملته؟ بحس إنه عمل كل حاجة علشانها، وبالرغم من كده هي سابته. الكلام ده بيحصل لما الراجل يحط كل المجهود ويجري ورا الست ويلبي كل رغباتها، وفي الآخر المقابل مش بياخد غير القليل على أمل إنها تكتشف قيمته. لكن للأسف ده عمره ما يحصل. الست ساعات بتحس إنها الأعلى في القيمة، إنها البرايز، الهدية اللي ربنا اداها له، لمجرد إن الراجل محطش حدود لاحتياجاته. ده غالبا بيحصل في العلاقات اللي بنسميها الاعتماد المتبادل أو الكوديبندنت، اللي فيها الراجل ما بيقدرش نفسه كفاية ويدي الشريكة قيمة أكبر من اللازم بس علشان يفضل معاها. الحل هنا بقى هو إن الراجل لازم يفهم إن ليه احتياجات وقواعد أساسية ولازم يحطها ويلتزم بيها، ولو احتياجاته ما تلبتش لازم يوضح ده الأول، ولو برضه ما تلبت يمشي بكل سهولة. لازم يبين إن هو كمان برايس ومطلوب. في قصة شفتها على الإنترنت بعنوان جوزي السابق اتغير وبقى أحسن بعد طلاقنا، وده مضايقني. واحدة ست سألت سؤال: ليه ما كنتش استاهل؟ ولكن طريقتها هنا للوصول للإحساس ده مختلف خالص عننا كرجالة. بتحكي وبتقول إنها وجوزها عاشوا مع بعض 10 سنين، متجوزين منهم 6 وما عندهمش عيال. في الآخر انفصلوا لأنها شافت نفسها نضجت وهو ما نضجش. بتقول كمان إن آخر سنتين أو 3 كانوا صعبين جدا بعد وفاة والده. جوزها زاد وزنه وخسر شغل، بس ده كده ما غيرش شخصيته زي ما انت شايف. هو هنا الزعل أثر عليه وما كانش عارف يتعامل مع الحزن. بس الأصح بقى هو إن انتي ما عدتيش منجذبة ليه، مع إن لو العكس حصل، لو الراجل ساب مراته عشان زعلت وزاد وزنها وخسرت شغلها بعد وفاة حد قريب ليها، الكل كان هيقول عليه إن هو حمار، واخد ما بيصونش عشرة، صح؟ أكيد. المهم، بتكمل الست القصة وبتقول إنها حاولت تساعده، لكن هو استسلم للشفقة على نفسه، مبقاش يساعد في البيت وقاعد طول وقته يدخن حشيش وبيلعب على الكمبيوتر مع عربيته عشان يدفع الفواتير. في الآخر هي اكتفت وطلبت الطلاق. يدوبك حصل الطلاق من هنا، من ساعتها ما تكلموش. المفاجأة بقى ده بعد 5 سنين الست شافته بالصدفة في وسط البلد، لقيت شخص مختلف تماما، كسر كل الوزن اللي كسبه، جسمه بقى رياضي، لابس بدلة أنيقة وساعة غالية، يمكن كمان زرع شعر لأنه مبقاش أصلع. سكن في شقة قريبة من الشغل الجديد بتاعه في شركة تقنية معروفة وكبيرة جدا. مش يعني الراجل هنا بدأ حياة جديدة فعلا. ده مش بس كده، كمان ده كمان اعتذر لها عن العلاقة وقال لها: أتمنى لك كل التوفيق وبجد أشكرك على كل حاجة ومش عارف إيه. ولكن هي بقى تسكت على كده؟ لأ، ده اتنرفزت وغضبت جدا من اللي حصل. طب ما انت اللي طلبت الطلاق، ليه دلوقتي زعلان ان هو بقى احسن؟ في ناس ممكن يقولوا عشان هو ما اتغيرش وهي معاها، بس انا شايف ان يمكن كان لسه عنده جروح طازة من وفاة والده، عشان كده ما عرفش يتغير وقعد 5 سنين عشان يوصل للمرحلة اللي هي شافتها بيه دي. الست بتكمل وبتقول انها من يوم ما شافته وهي بتجري اكتر كل ما تفكر في الموضوع، حاسة انها ضيعت 10 سنين من عمرها معاه من غير أي مقابل. ما خلفوش وما كانش عنده فلوس وقت الطلاق. هي بدأت من الصفر. ماشي، طب ما هو كمان بدأ من الصفر، بالعكس كان في وضع أصعب من وضعك. كان حزين وما عندوش شغل وباع عربيته عشان يدفع الفواتير، وانت كنت أحسن منه وقتها، عندك شغل وصحتك كويسة. دلوقتي بقى الأدوار اتبدلت، هو بقى ناجح ومرتاح وانت اللي بتعاني. بتقول إن هي شغلها دلوقتي بقى مجهد جدا وبتقبض أقل من زمان، عايشة لوحدها ووضعها المالي سيء جدا وعندها مشاكل صحية في معدتها. ازاي تلوميه على وضعك انت اللي سبتيه وقت ما كان بيكافح وقعد 5 سنين عشان يوصل اللي شفتيه ده؟ دلوقتي انت في نفس الموقف وهو أحسن. بدل ما تسأليه ازاي عدى أزمته أو تكوني سعيدة ليه، اخترت تلوميه على حاجة ملوش ذنب فيها. عشان كده أحب أنهي القصة دي وأقول إن الست دي مشكلتها نتيجة قراراتها هي. الراجل ملوش دعوة لا بصحتها ولا بفلوسها ولا بشغلها. هو لما اتساب لوحده طور نفسه واتغلب على مشاكله وبقى أحسن، وهي ما عملتش كده.
دلوقتي غضبانة وزعلانة عشان هو وحش؟ لا، دي زعلانة عشان اتغير وبقى أفضل وهي لأ. لما الراجل بيسأل ليه ما كنتش أستاهل، بيكون عشان هو عمل كل حاجة ومخدش المقابل لأنه كان بيحبها جدا من قلبه. لكن المرة دي الست هي اللي قالتها، وهي اللي سابت العلاقة.